دمت متلاوحما عشت في الأوطان للعلا والوان إلى كل سلام ذكرى كل للعلا سعيا نشرك الدنيا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية نضالية أخوية لكل الأخوات والإخوان الحضور في هذا الجمع العام التأسيسي للمكتب الإقليمي لمنظمة جمع الشمال الصحراوي للملكيين عبر العالم لجهة الحاجب الغالي دينة المقاومة عبر التاريخ. فهذا الحضور ما غريبش على أهل الحاجب وما غريبش على جهة فاس مكناس، فماشي هذه المرة الأولى اللي أتينا للحاجب، فسبق لنا حضرنا وشفنا نفس الكم ونفس الوجوه في تأسيس المكتب الجهوي برئاسة الأخ والصديق حسن. فهذا ما يزيدنا إلا فخرا كأعضاء مكتب تنفيذي للمنظمة من أجل الدفاع عن وحدتنا الوطنية والالتفاف وراء العرش العلوي المجيد من أجل قضيتنا الوطنية. كما تعلمون فجميع المغاربة يعلمون جدا قضيتنا وهي الصحراء المغربية، والمشروع الذي جاء به صاحب الجلالة نصره الله وهو الحكم الذاتي. لا بد من الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي، ولكن كما تعلمون في الأيام الأخيرة فالمغرب صبح في الطريق الصحيح. الحكمة والسياسة الرشيدة لجلالة الملك وللسياسة الخارجية كان لنا يعني عدة إنجازات وعدة قناصل كانوا اعترافا بمغربية الصحراء، وآخرها هي اعتراف الولاية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا وقبل كل شيء نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الجمع المبارك الذي اجتمعنا فيه بلا حول ولا قوة منا، وأن ينعم علينا